السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين. النهاردة اجيب لكم فيديو ازاي نعمل صورة مصغرة وبكل سهولة. هندخل على التطبيق دوت، هنختار التلات شرطات فوق دول. هنختار اول حاجة استعمال الصور من المعرض، وبعدين هنختار الصورة من المعرض ونعمل عليها الاكشن كله. فانا هختار الصورة ديت، هنختار علامة الصح اللي تحت دي، هنيجي مثلا هنا هنعمل شرح برنامج يوتيوب، شرح برنامج اليوتيوب. هندوس حسنا، هنيجي عند الكلمة هنا، عندك هنا بيقولك حجم الخط صغيرا أم كبيرا، فأنا هخليه صغير. تمام. حشو، مش عارف ايه حشو دوت، بس ما علينا مش تبعنا. اللون بتاع الخط أحمر أسود، فأنا هخليه أصفر، بحب أنا اللون الأصفر. تمام. تدوير غطاء الخط، اختار نوع الخط بتاعك، مثلا هتخلي الخط كده 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 كده. تمام. منحني. تمام. خلفيات، فاهمين قصدي ازاي؟ درجة اللون هتخليها شفاف كده، فاهمين قصدي ازاي انتوا يا جدعان؟ هنخليها مثلا كده. تنسيق، مش فاهم انا ايه ديت. خط محيط، فاهمين قصدي ازاي؟ جميلة برضك. ظل للخط، حلو برضه. ظل داخلي، حلو برضك. انعكاس، لا وحشة دي. تمام. عندك فيه مميزات كتيرة اوي يا جدعان. سهم، مثلا هعمل سهم على البتاع دي. هعمل مثلا سهم من العبارة دي للعبارة دي. مثلا عايز تعمل. تمام. اختيار السهم حاجات كتيرة أوي زي ما قلتلكم. أشكال، فاهمين قصدي ازاي؟ فاحنا مش عاوزين أشكال دي. في مميزات حلوة أوي. أول حاجة هندوس على التلات نقط اللي فوق، وهنعمل تصدير للصورة، حفظ إلى المعرض. هندخل على البرنامج اللي بعد منه، بتنزلي بقى في ايه. تمام. هندخل على البرنامج اللي بعد منه وهو بيكس ارت اهو. بيكس ارت دوت كل حفظه، ده شرح ملصقات كل حاجة. هندوس على علامة الزائد دي، هنختار نفس الصورة اللي احنا كنا عاملين فيها الايديت اللي بدري. تمام. عندك هنا مثلا لو عايز تأثيرات مش محتاجينها اصلا، احنا فناتر، يعني عبارة عن فناتر، حاجات يعني مش لازمانة تقريبا. او اللي عاوز يحط براحته، انا مش هشغل بالي بحد بس انا هحاول ان اختار دوت لانه شكله جميل، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. عندك هنا يا جدعان، عندكم هنا مثلا لو عايز تضيف كلام بردك، مثلا هقول لك ازاي. 5 نصائح ستفيدك، هتغير حياتك مثلا، هعمل كده. انتوا فاهمين قصدي ازاي يا جدعان؟ وبرضك عندك هنا تختار الخط، تختار اللون، تختار كل حاجة انت. سطر، فاهمين انتوا قصدي ازاي كده؟ فاهمين قصدي؟
فأنا مثلا عاوز أعمل مثلا الكلام كتير فمش هياخد. تمام. بيقولك هنا وسيلة شرح، يبقى نظام بوست كده تختاره انت بمزاجك ديت. مثلا هكتب مثلا عبد الله السيد اسمي ده. تمام. هدوس على علامة الصح، هيجيلك البوست دوت تتحرك فيه شمال ويمين كده كده. تختار اللون بتاع البوست انت كمان. حاجات حلوة، فاهمين قصدي انتوا ازاي؟ فدي مش هتهمنا برضك. عندك هنا الشكل في لصق ملصقات. هنا مثلا عايز اكتب يوتيوب مثلا، يوتيوب يو. هكتب مثلا يوتيوب، هتظهر لك يوتيوب هنا كتير قوي اهو 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 اهو. فاهمين انتوا قصدي ازاي؟ ظهر لك منسقات قوي قوي كتير، فانت ممكن تختار اللي انت عاوزها منها. اي حاجة انت عاوز اكتبها في الملصقات وهي هتظهر لك. مثلا انا هختار اللاصقة دي. تمام. هعملها هنا. حلو الكلام. هعملها هنا اهو اهو، وهدوس صح. فاهمين قصدي ازاي يا جدعان؟ فكل حاجة بسهولة ومفيش حاجة صعبة. هنعمل لها تصدير، إغلاق، حفظ الصورة، حفظ الصورة على جهازك. كده الصورة يا جدعان نزلت على الجهاز، واحنا ممكن ندخل نشوف الصورة. مش دوت يا عم الحاج انت اهو، وبكل سهولة اهي. خدتوا بالكم الصورة؟ احنا ممكن نعمل لها حاجة تاني. ندخل على البرنامج دوت مثلا إزالة خلفيات مش عارف ايه، فهندخل هنا، هندوس هنا، هندوس على الصور، اختار الصورة، نعمل هنا إزالة الخلفية دي على ما أظن مفيهاش خلفية يعني. ما علينا ما علينا. يا رب تكون المعلومة وصلت يا جدعان. متنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.